في الفيديو ده انا هشارك معاك ازاي انا جبت اول شغل 3 دي ليا، وطبعا عملته باستخدام بلندر. وبقالي حوالي اكتر من سنه ونص تقريبا مش عارف اجيب شغلانه تانية، بس ما علينا. ما تركزش في الحته دي. يعني اتمنى ان شاء الله الفيديو يفيدك، يعني خصوصا ان انا يعني من سنه ونص كنت لسه بتعرف على برنامج بلندر وجات لي الشغلانه، فقلت يلا نتعلم بلندر. فهشارك معاك ازاي الشغلانه جات لي، والموضوع فعلا ملوش علاقه بان انت ممكن تكون شغال بقالك شهر، شغال بقالك سنه. الموضوع كله ارزاق واجتهاد، وانت بتسعى وما تعرفش ربنا يعني كاتب لك ايه. مشكلتنا كلنا اللي احنا بنبدأ ومتوقعين الحاجة دي لازم تجيب نتيجة يعني واو يعني. لا، انت اسعى وتوكل على الله، وما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك الخير فيه. ممكن انت بدأت انك تتعلم بلندر و3 دي والموضوع ينتهي بيك بتخصص تاني خالص. فمحدش ضامن النتيجة، محدش عارف الشغل اللي هو بيبدأه النهارده ده هيوديه فين. بس اللي تعرفه كويس اللي انت لازم تسعى وتجتهد. الارزاق بقى دي على ربنا. فيعني احنا مش هنوزع الارزاق على مزاجنا. بس انا حبيت اشارك معاك الشغلانه دي لعل وعسى ايه ربنا يعني يفيدك وتعرف تقدم انت والدنيا تمشي معاك. اولا الشغلانه اللي قدمت عليها موجود طبعا تحت هنا، بتلاقي فيه الشغل اللي انت عملته على موقع العمل الحر. طبعا الشغل العميل اللي انت بتشتغل معاه بيسيب لك فيدباك هنا على الصفحه او على البروفايل بتاعك. طب ازاي تعرف تعمل بروفايل، وازاي تقدم على شغل، وازاي تتواصل مع العميل والحاجات دي كلها بالتفاصيل، هتلاقيني سايبها لك هنا في اللينك اللي فوق ده. قناة محمود خالد. محمود خالد عامل بلاي ليست رائع، يعني بصراحة أنصحك إنك تخش تقلب هنا وتشوف كل الفيديوهات اللي هو بيتكلم فيها عن العمل الحر، هتستفاد جدا جدا جدا. برضه في قناة تانية هنا اسمها قناة محمد صادق. محمد صادق عمل شغل كويس جدا برضه هنا على القناة بتاعته. أنصحك بإنك تشاهد القناة، ازاي تعرف تعمل برضه بروفايل احتراف وكده. زائد برضه اللي هو هنا لو دخلت هنا هتلاقي هو برضه أدمن في الجروب بتاع فريلانسر عرب، موجود هنا برضو. هنا الجروب ده عليه أكتر من 50,000 يعني شخص عربي بيشتغل هنا على الموقع. هتقدر يفيدك إن شاء الله، وهتلاقي فيه أسئلة للناس وحل مشاكل وحاجات زي كده. فأنصحك إن أنت هسيب لك طبعا لينك الجروب ده موجود تحت الديسكريبشن، ولينك القناتين دول عشان تتفرج عليهم وتشوف الدنيا فيها ايه. نرجع لموضوعنا. أولا الشغل، أنت بتيجي هنا الشغل طبعا انت بتكتب التخصص او الحاجة اللي انت عايز تعملها، بيجي لك الشغل زي ما انت عايز. بتحاول انت بقى تقدم على الشغل، وليكن هي دي الشغلانه اللي عايزين نقدم عليها، بتضغط عليها وتقرا تفاصيل الشغلانه وتكتب هنا انت هتشتغل، هتكتبها هنا بقى ايه في البروبوزال، ازاي انت هتقدم وهتشتغل وهتعمل ايه والقصه دي. اول ما تقدم على الشغلانه تظهر هنا، تبقى الصوره بتاعتك باينه هنا، تمام، مكتوب عليها الكلام اللي انت كتبته، حاجه زي كده. اول ما العميل يشوف كل الشغل بتاعك ده، شوف بقى كل الناس دي كلها، يبدأ يتواصل معاهم. أول ما يتواصل معاهم هتلاقي هو في رسالة جميلة جات لك. فاحنا هنفتح الرسالة اللي خاصة بالشغل اللي جالي مثلا. طبعا دي كلها محاولات وناس أنا تواصلت معاهم، اشتغلنا مع يعني ما اشتغلناش مع بعض، بس يعني الواحد كان في البداية، فكان في ناس كتيرة بتبع شغل هو أكبر من إمكانيات اللي أنا عملها، يعني كنت بعتذر عنها. نرجع هنا للشغلانة دي. طبعا لو قلبت هنا طبعا الشغل اللي أنا عملته أهو، بعت لي الفلوس. طبعا دوست اكسبت واشتغلت على مشروع. طبعا تفاصيل المشروع، هو المشروع ده كان عايز يخلص يعني في أقل من يوم، في خلال 24 ساعة. فكان في حد من موقع فريلانسر دخل معانا، وقعدنا نتواصل أنا وهو في التفاصيل، وإزاي أنا هعمل الشغلانة دي وهخلصها في قد إيه لحد ما خلصنا الشغل وبعت الفلوس. ده بالنسبة لإزاي أنا قدمت على الشغل، وإزاي هو بعت لي الملفات، بعتها برضه على الموقع. وأنت لو عندك أي حاجة برضه بتبعتها له برضه من هنا، أي حاجة عندك دي هنا تمام. والفلوس لما بتيجي هتلاقي الفلوس جات لك وظهرت عندك هنا في الحساب، عندك هنا الفلوس موجودة. طبعا كل التفاصيل والحاجات دي كلها انت ما تخش برضه هتعرفها. ادي الفلوس موجودة عندك هنا. ماشي، نرجع للموضوع. فعشان ما اطولش عليك، الموقع موجود، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. كل اللي عليك انك تخش وتبحث عن الشغلانة اللي انت عايزها. طبعا في طريقة تانية في البحث عن شغل، اللي هو المشاريع. هتلاقي في واحد مثلا عارض شغل هنا، وعايز الناس كلها تبدأ تشتغل، يعني هو عارض شغل اهو، عايز واحد وليكن واحد يصمم له حاجة زي كده. تقرا انت الديسكريبشن بتاعه بالظبط وتشوف كل الناس
عارضين شغلها برضه، هو هيختار واحد، انت صممت وغيرك صمم، يعني مسابقة، كل الناس بتقدم شغلها وفي الاخر الراجل بيختار هو عجبه احسن شغل وياخده ويحاسب الشخص على كده. او اللي هو يختار واحد فقط لو انت قدمت على بروجكت. يبقى عندك اتنين هنا، عندك البروجكتس وعندك الكونكتس. واحدة انك تقدم على الشغلانة خالص وهو اللي اختارك انت بس اللي تعملها، والتاني مسابقة انت بتقدم عليها وهو بقى يشوف هيختار حد منهم. بس كده، اتمنى الفيديو يقدر يفيدك وتشتغل وتحقق اللي نفسك فيه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.